بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أحبابي وأصدقائي. برحب بيكم أشرف المصري من صفحتكم على الفيسبوك، صفحة أشرف المصري. أتمنى كده في البداية من كل إخواتنا وأصدقائنا أي أخ كريم يدخل معانا ما تنساش تصلي وتسلم على رسول الكريم، تعمل لنا لايك، أكون شاكر جدا جدا ليك. تدعي لإخواتنا في أرض العزة وفي السودان، ربنا رب يحفظهم وينصرهم. بقالنا كتير ما خرجناش مع بعض، ولكن ما تنساش في يوم الجمعة، إحنا النهاردة كده يعني يوم الجمعة، ما تنساش الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. كلام كتير حصل اليومين اللي فاتوا، بقالنا حوالي تقريبا اسبوعين او حاجه ما خرجناش سوا، ما اتكلمناش في حاجات بقالنا فتره كبيره. ولكن يعني في اخر بث مباشر كان موجود ما بيننا، كنا اتكلمنا فيه عن صفقات الاهلي. هل الاهلي ينجز صفقاته في اول يناير ولا لا؟ قلت لك يعني من خبره الواحد كده بالنادي الاهلي، احنا ما بنخلصش الصفقات بالسهوله اللي انت متخيلها دي، ولا بالسرعه اللي انت متخيلها دي، ولازم تدخل لحد 15 20 25 عشان نبدا ان احنا نهر وننكد في بعض وناكل في بعض. لانه قلت لك ساعتها بكلام منطقي، الناس كلها دلوقتي بدا كله يلف ويدور ويرجع تاني على النادي الاهلي وعلى صفقات النادي الاهلي. واحنا كنا اتكلمنا من بدري خالص، وقلت لك يعني عشان ما تلفش وتدور وتعمل حوارات كبيره، الاهلي حاليا عنده 5 لعيبه محترفين وعنده 5 لعيبه عقودها ساريه مع النادي الاهلي. هيمشي مين وهيعمل مين، ومحدش يوم عايز يمشي، وبالتالي هتجيب مين اضافي عندك وهتطلع مين اعاره فتوصل اعاراتك الى 9. هتقول لي ازاي؟ او توصل لعيبتك الاجانب الى 9، عندك 5. لو انت طلعت منهم 2 اعاره ودخلت 2 مكانهم، انت اصلا عندك 2 بره اعاره، رضا سليم وكريستو. كنا اتكلمنا في الحوار ده كذا مره، وقلت لك الاهلي عنده يعني مشكله وعنده حوار كبير جدا جدا بيحاول ان هو يحله. والموضوع ما هوش يعني صغير بالنسبه او بالناس اللي كانت بتقول من شهر 12 اللي فات، من يوم 1 12، ويقول لك الاهلي يوم 1 1 هيعلن كل الصفقات والدنيا كلها هتتم. لكن خلينا يعني قبل بقى كده ما نروح نتكلم عن صفقات النادي الاهلي وايه اللي تم وايه اللي بيحصل وايه اللي بيجرى اصلا الفتره الاخيره، خلينا كده نقول ايه الاول. هي مباراه مصر امتى؟ مصر وبنين في افريقيا، ثم نرجع بقى نتكلم عن النادي الاهلي براحتنا ان شاء الله باذن الله. مباراه مصر وبنين في افريقيا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله بامر الله، هتكون يوم الاثنين اللي جاي الساعه 6 بتوقيت مصر. مصر وبنين في دور ال 16 يوم الاثنين الجاي الساعه 6 بتوقيت مصر. ولو حضرتك ما شفتش فيديو التوقعات بتاعنا، فانت هتلاقي عندك في الكومنتات تحت، هتلاقي عندك في اول كومنت مثبت فيديو التوقعات اللي احنا كنا عملناه قبل البطوله، وعن مين الفرق اللي هتوصل وهتروح بعد كده ان شاء الله باذن الله تقدر توصل لدور دور ال 16 وتوصل لدور الثمانيه وهكذا. وهتلاقي يعني العبد الفقير هو الوحيد اللي قال ان مصر هتصعد اول من المجموعه بتاعتها، وده كنا قلناه من فتره كبيره جدا، وكنا قلناه زي ما احنا بنقول قبل بدايه البطوله. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني 90% من التوقعات اللي الواحد توقعها للقاءات الحمد لله انها وصلت، اللهم الا يعني الانديه او المنتخبات اللي صعدت في المركز الثالث ما عدا بنين. كنت اتوقع اوغندا، طلع تنزانيا. كنت اتوقع الجابون، طلع موزمبيق. يعني دول بس كده الواحد. ما كنتش اتوقع السودان، كنت اتوقع ان يصعد انجولا، وانجولا في اللحظات الاخيره والثواني الاخيره يعني قدرت تنزانيا انها تتعادل مع منتخب جنوب تتعادل مع منتخب تونس في مفاجاه كبيره، وصعدت ساعتها تنزانيا، ما صعدتش انجولا. لكن ما علينا، يعني 90% تقريبا من الماتشات والحاجات اللي اتكلمنا فيها، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني تكمل توقعاتنا على خير، وان شاء الله نشوف مصر في النهائي كما توقعت قبل البطوله، لان الواحد حاسس كده ان المنتخب ده يقدر يعمل حاجه ان شاء الله باذن الله. لكن تاني وتالت ورابع ما تنساش اخويا الكريم اللي لسه داخل معانا دلوقتي تصلي وتسلم على رسول الكريم وتعمل لنا لايك، اكون شاكر جدا جدا لك. حوارات كتير وكلام كتير، ويا ترى الاهلي هيجيب مين، والاهلي هيودي مين، الاهلي هيعمل مين، حاجات كتير قوي بتحصل. احنا خلاص شفنا حمزه عبد الكريم خلاص رسميا راح الى برشلونه، والكلام ده كنا يعني كان نفسنا يتم من بدري، والحمد لله انه تم، والاهلي قدر يخلص في حمزه من بدري الحمد لله. يعني شفنا برشلونه لما حب يجيب حمزه خلصوا يوم 1/1، خلص الموضوع بالنسبه له. بلال عطيه كمان في كلام كتير ان هو خلاص هيروح هانوفر، لانه راح قبل كده يعني معايش عندهم، فان شاء الله باذن الله هو كمان يروح. عندنا كلام كتير بقى يقول لك اصل ايوب الكعبي جاي النادي الاهلي، اصل مش عارف اوتاكا جاي النادي الاهلي، مروان اوتاكا اللي هو لاعب سيراميكا كليوباترا جاي النادي الاهلي. كلام كتير كده بيتقال في الحوارات دي. طيب هو ايوب الكعبي هل ينفع ان هو يجي النادي الاهلي دلوقتي؟ احب اقول لك لا. ليه؟ ايوب الكعبي بياخد 2.5 مليون دولار في النادي بتاعه بسنايكوس في الدوري اليوناني، ويعني الراجل مقدم معاهم تقريبا من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخهم تقريبا يعني. فالراجل مقدم معاهم بشكل ممتاز وبياخد 2.5 مليون دولار. هتجيبه تعمل بيه ايه؟ او هتجيبه تديله ايه؟ يعني ايه الميزه اللي انت ممكن تديها له لايوب الكعبي؟ هو كان متاح قدامك قبل كده قبل ما يروح هتاي سبورت. لو انتوا فاكرين الفتره اللي كان راح فيها كهربا هتاي سبورت، كان هو راح مع كهربا هتاي ساعتها، وكهربا كان بيلعب اساسي، وايوب كان بينزل بعض الاحيان احتياطي لكهربا، وبعض الاحيان كان بيلعبوا هما الاثنين. كان الفتره دي كان متاح فيها ايوب ان هو يجي النادي الاهلي
ومجانا كمان، لكن يعني النادي الاهلي ساعتها رفض ايوب الكعبي ان هو يجي. فلما نيجي نتكلم عليه دلوقتي الموضوع صعب. حبيبي تسلم اخويا كريم عرفه، ربنا رب يحفظك ويكرمك. عرفه ابو احمد، يعني ربنا يكرمك ويكرم كل اخواتنا واصدقائنا اللي دخلوا معانا، وصلوا وسلموا على الرسول الكريم. انا شاكر جدا جدا لكل واحد دخل معانا، ربنا رب يعني يبارك فيكم جميعا. طيب خلينا نكمل بس كده الحته اللي جايه دي. اذا ايوب الكعبي انت مفروض او مفترض ان هو يعني اصلا قصه حمضانه، يعني قصه خلصانه. احنا مش كل ما واحد هيطلع في بطوله يسجل هدفين يزن نعيمات حياته يزن نعيمات، هو اصلا ما ينفعش انه يجي النادي الاهلي. طيب تعالى ايوب الكعبي، طب مش عارف يعني راجل سجل مش عارف مرتين، هات ايوب الكعبي. مش اي حد هيظهر كده فجاه نقول لك هاته. فين انت شغلك وعملك في الشهرين ثلاثه الاربعه اللي فاتوا دول على اللعيبه اللي كان المفروض الناس بتتكلم عليها؟ وانا قلت لك ساعتها، قلت لك اظن كده ان توريه اللي هم كانوا بيتكلموا عليه او دياباتي اللي كانوا بيتكلموا عليه، قلت لك مستحيل هيجي النادي الاهلي. قلت لك شكله كده والقصه بتاعته مش جايه النادي الاهلي خالص. والحمد لله الحمد لله الحمد لله كلامي صدق بدون معلومات، بدون ما اعرف اي اخبار من اي حد، ولكن الحمد لله كلامي صدق في النقطه دي. قلت لك يعني مش هو المهاجم اللي ممكن يحتاجه النادي الاهلي. لكن فين شغلك انت؟ فين حاجتك انت؟ بتدي. انا اتفاجئت بصراحه، يعني في ناس لفت كده عملت دوران اليومين اللي فاتوا الفتره اللي فاتت في قصه جراديشار. جراديشار كان اول ما جه النادي الاهلي الناس قالت بياخد 700 و800 الف دولار. يعني انا اقدر ادخل اجيب الفيديوهات بتاعت الناس ديت وهي بتتكلم عن جراديشار بياخد كام. عمره ما يكون وصل مليون دولار، عمره. قال لك ده في الاخر موسم ليه هيوصل مليون دولار. احب اقول لك دلوقتي انا ممكن اجيب لك فيديوهات الناس دي اليومين اللي فاتوا، قال لك جراديشار بياخد 1.5 مليون دولار. يعني انا لما عرفت الرقم ده انا اتفاجئت، اتصدمت بصراحه. مين اللي ياخد مين جراديشار اللي ياخد 1.5 مليون دولار دول؟ يعني حضرتك وانت راح تجيبه من النادي المجري اللي هو كان بيلعب فيه، شفت ان الراجل ده ياخد 1.5 مليون دولار؟ يعني لما حطيت الستايل بتاعه ستايل وسام كده الاثنين قدام بعض، ورحت جبت وسام واديته حوالي 500 الف دولار، راح تجيب جراديشار اللي هو باين قوي من اول لقطه انه اقل بكتير من وسام في الفيديوهات حتى اللي احنا شفناها ليه، اقل بكتير جدا. وقبل ما يجي خلي بالك احنا يعني كان ليا راي في جراديشار، والحمد لله الحمد لله يعني راي الواحد برده ما خيبش فيه. رحت جاي دلوقتي تقول ده بياخد 1.5 مليون؟ لا الموضوع صعب جدا. احبك الله الذي احببتني فيه اخويا كريم ابو نادى، ربنا رب يحفظك. شكرا طبعا اخويا كريم محمود فتحي، ربنا رب يبارك لك ويبارك لكل اخواتنا واصدقائنا. فالموضوع صعب جدا، يعني حاجه مستحيله ان تلاقي فجاه كده طلع ان جراتشار بياخد 1.5 مليون دولار، في حين هم نفس الناس اللي كانت بتتكلم بيقول بياخد 700 و750 في الرينج ده. لا بصراحه يعني حاجه غريبه عجيبه عظيمه، ان اصلا ازاي تعرف تتخلص من الراجل ده وياخد 1.5؟ يعني الراجل ده كان بياخد في بلده حوالي 200 300 الف دولار، فجاه انت جبته وياخد 1.5. يعني انا بايت عندك، انا نايم هنا، انا لسه فاضل عقد 4 سنين، انا قاعد ال4 سنين. يعني اشرف داري فاضل له سنتين يمكن تعرف تتوصل معاه لحاجه يمكن. لكن جراديشار انا شايف الناس تقول لك ايه، اصل هو راجل عايز يلعب، هيلعب ايه يعني؟ معلش يعني هيروح يلعب في نادي هياخد فيه 500 الف وهو بياخد عندك 1.5؟ يعني اعقل بقى الكلام عشان الكلام كده مش راكب على بعضه. ربنا يصلح الحال، ربنا يسهل. الواحد مش عايز اتكلم بقى في قصه داري هيمشي ولا لا، وجراتشار هيمشي ولا لا برضه من وجهه نظري، وديانجا هيجدد ولا لا. يعني الواحد مش عايز يتكلم في الحوارات دي، هنركنها نبقى نتكلم فيها في وقت تاني ان شاء الله باذن الله. طيب هو مين حكم او خلينا برضه ندخل في نقطه تانية برضه مهمه كتبناها كده في العنوان، سواء كان مروان عثمان اللي هو مروان اوتاكا ومحمد شناوي. فيما يخص مروان عثمان اوتاكا، هل مروان اوتاكا بتاع سيراميكا هو المهاجم اللي ينفع يجي النادي الاهلي ويركب؟ يعني هو اللي يجي ويتحط كده على طول؟ تسلم لي يا اخويا كريم علي، ربنا رب يحفظك. ينفع يجي كده ويركب على طول في الترس وتحطه في المكنه بتاعت النادي الاهلي ويبقى ترس ويشتغل كمهاجم؟ لا. يعني صدقني مروان بيجي من على الطرف دايما، الطرف الشمال، وبيدخل للقلب. نفس فكره تريزيجيه، نفس فكره اشرف بن شرقي، يعني نفس الفكره نفس المكان. لو انت هتجيبه تزود بيه مفيش مشكله، لكن لو انت جايبه ان هو مهاجم اساسي مكان اللعيبه اللي موجوده قدام، يعني اعتقد الموضوع صعب جدا، وهنرجع نلف في نفس الدايره مره تانية. لان هو هترجع تقول لي اصل اسامه فيصل، احنا قلنا قبل كده اسامه فيصل مش هينفع وبعدين بعد، طب دلوقتي يلا ما فيش غيره بقى، هات بقى اسامه فيصل او هات مروان. لا هات يا عم مروان، ما عنديش مشكله، يعني لو مروان واسامه فيصل لا هات مروان ارحم بكتير. المنتخب هيلعب يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله الساعه 6. ليه مش بتذيع مباراه؟ يعني انا خلاص احنا قفلنا الموضوع ده بقالنا 9 شهور داخلين في 10 شهور يا اخويا الكريم، انا داخل على سنه بنتكلم وقلنا ليه ما عدناش بنذيع وبنعمل، وبقالنا 9 شهور او اكتر كمان 9 شهور ما بنذيعش. اخر ماتش ذيعته كان ماتش الاهلي وصن داونز هناك اللي احنا تعادلنا فيه، حتى ماتش العوده ساعتها ما ذيعتوش. يعني فقصه وانتهت واتقفلت خلاص الحمد لله، بحلوها بمرها الحمد لله خلصت يعني. طيب خلينا نقول قصه برضو الشناوي. هل الشناوي حاليا اللي خد افضل لاعب او افضل حارس في المجموعات يستمر ويكمل مع النادي الاهلي؟ احب اقول لك وجهه نظري، يعني نستغل ان الشناوي وصل لمستوى جيد وممتاز جدا، وان شاء الله باذن الله يكمل البطوله، وان شاء الله ناخد البطوله ويكون احد اسبابها. لكن نستغل لو جاله عرض يمشي. 37 سنه مش هيقدر ان هو يعني يديك المستوى ده سنه سنتين.
مش هيقدر يديك حتى 6 شهور 3 4 ماتشات ورا بعض وهنرجع تاني نشد في بعض ونضرب ونعمل. طب ليه؟ طب خلي الموضوع، انت عندك كده كده حارس تاني نستحمل ويكون موجود، وان شاء الله باذن الله. انا قلت نفس الكلام يا اخويا كريم، مروان احسن من اسامه فيصل بكتير. فيقعد الشناوي ولا يمشي؟ لا، انا من وجهه نظري ان شاء الله باذن الله يكون سبب من اسباب تاني، يكون سبب من اسباب ان احنا ناخد البطوله، وان النادي الاهلي يجي له عرض ان شاء الله باذن الله في الشناوي ويسيبه بقى المره دي. مش زي قبل كده جاله رقم كبير بعدين قعدناه وبعدين مش عارف زعل وبعدين هو ما لعبش بعدين مش عارف مين لعب، يعني حوارات كده حصلت. لا، نتمنى بقى ان احنا نحل الامر ده. 37 سنه حلو قوي 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 وجيد جدا على اللي هو بيعمله، وان شاء الله باذن الله بقى يعني ايه يطلع كده يعمل له قرشين حلوين ان شاء الله باذن الله في الخليج. ده برضه وجهه نظري مع كامل حبي واحترامي لمحمد شناوي، من اكتر الناس اللي بحبها داخل النادي الاهلي، يمكن هو اكتر واحد دلوقتي بحبه داخل النادي الاهلي. طيب فيما برضه يخص ايه، الناس كانت طلعت بتقول لك احنا عايزين نستفاد من ديانج وناخده الفتره اللي جايه دي ويدانه موجود عندنا لحد نهايه الموسم. هم نفس الناس اللي كانوا بيقول لك لا ده الاهلي هيستفاد من ديانج ويبيعه علشان ياخد منه فلوس، وهم بيقول لك لا ده الاهلي مش هيبيعه وهيخليه يكمل. انا مش عارف ازاي فيديوهين ورا بعض ممكن الناس كلها تلخبطك وتقول لك عكس الكلام اللي هم قالوه. انا من وجهه نظري جه عرض لديانج، اتكل على الله امشي طالما انت مش عايز تمضي عندي، وانا اتصرف بقى ان شاء الله حتى اطلع عيل من عندنا من الناشئين، يعني ملهاش حل تاني. طالما انا مش عارف اجيب بقى، طالما مش عارف اشتري، طالما مش عارف اجدد، طالما مش عارف اعمل، طلع لك حته عيل كده من تحت وخلاص، ابراهيم عادل ولا اي حد حطه وراح دماغك وما توجعناش معاك ولا توجع نفسك. وده انك تقول اصل انا رحت تفاوضت، انا ما تفاوضتش، انا كلمت، انا ما كلمتش، نقفل القصه دي وننهي عليها. طيب ناس تانية جايه تقول لك ايه ده بيراميدز علم على النادي الاهلي في صفقه حامد حمدان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، من اول يوم قلت يا رب ما يجي حامد حمدان، مش شبه النادي الاهلي خالص، ويا رب ما يجي، والحمد لله انه ما جاش. يعني انا بحمد الله سبحانه وتعالى ان هو ما جاش النادي الاهلي. لكن الناس تقول لك ايه اصل بيراميدز علم علينا وبيراميدز عامل صفقات عالميه. صفقات مين؟ بيراميدز ما جابش غير حامد حمدان. بيراميدز عنده 5 اجانب، وليد الكارتي وعنده بلاتي توريه وعنده الشيبي ومايلي وايفرتون. هنطلع الشيبي ومايلي وتعالى على ال3 التانيين. وليد الكارتي سنه كامله لعب كام ماتش مع بيراميدز؟ يعني حضرتك بس انت عشان ما بتتابعش بيراميدز الناس تقول لك ده وليد الكارتي احسن واحد. وليد الكارتي كان احتياطي في منتخب المغرب الثاني اللي كان موجود عنده، اللي كان موجود في قطر، ويعني خد بطوله العرب، احتياطي للناس اللي موجوده. ادي وليد الكارتي. وعندك اصلا في بيراميدز ما كانش بيلعب اساسي لفترات كبيره، وكميه اصابات في السنتين اللي فاتوا لا تتخيلها. فاذا هم عايزين يخلصوا اصلا وليد الكارتي. الثاني تعال نروح لايفرتون، جابوه باكبر صفقه جت في تاريخ الدوري المصري، وادي ايفرتون موجود اهو بسم الله ما شاء الله، ما بيأديش ولا بيعمل اي حاجه خالص. تعال نروح للثالث بلاتي توريه. كل الناس دلوقتي بتتكلم ان بيراميدز مش عارفه تجدد لبلاتي توريه وعايزين يخلصوا منه واحتمال يمشي في يناير. تعالوا نروح للرابع مايلي، بقاله كام؟ بقاله شهر ولا شهر ونص بيأدي بشكل سيء جدا مع بيراميدز، يعني ما بيسجلش فيه الدوري من ساعه لما سجل في اهلي جده 3 اهداف، وهو من ساعتها يعني مش بيأدي بنفس الشكل ونفس الخطوره اللي كان بيلعب بيها، ومش عارفين يجددوا معاه. اللهم الا الشيبي فقط لا غير هو اللي عندهم واحد فقط لا غير اجنبي، اقدر اقول عليه اجنبي 100%، يعني هو احسن صفقه. تعالى بقى حط بقى كده الناس اللي موجوده عند بيراميدز، الناس اللي بتقول لك ايه ده هم عندهم كميه ناس وصفقات يعني هياكلوا الاخضر واليابس. مين باك يمين غير الشيبي؟ مفيش. مين باك شمال غير محمد حمدي؟ مفيش. اوعى تقول لي كريم حافظ، يعني ازعل منك والله، والله ازعل منك. يبقى مين باك يمين عندهم؟ طب مين باك شمال؟ طب تعالى كده في المدافعين اللي عندهم، محمود مرعي بيتصاب سبت وثلاث، اسامه جلال ما بيلعبش بقاله 9 سنين، مفيش غير احمد سامي الوحيد هو اللي ثابت، الوحيد اللي ثابت في الناحيه الدفاعيه. وتخيل معايا بيلعبوا علي جبر اللي داخل على سن ال40 بيلعبوه جنبه، يعني بيجيبوه عشان يلعب جنبه. فمين الدفاع ده اللي انت بتتكلم عليه اللي تيجي تقول لي اصل هم احسن ناس موجوده؟ طب تعالى نروح لنص الملعب، اللهم الا قطه، يعني شيل قطه من الليله كده وتعالى اللي باقي كله. بلاتي توري كويس جدا وكل حاجه، بس يعني ما عادش بنفس الجوده والمستوى اللي كان موجود عليها قبل كده. تعالى نروح مثلا ناحيه مثلا الجناح الشمال، تعالى نروح كده ناحيه الجناح الشمال او الجناح اليمين، اي واحد في الاثنين. لو احنا رحنا ناحيه الجناح اليمين، مصطفى فتحي بسم الله ما شاء الله ايدك منه والقبر الفتره الاخيره، عبد الرحمن مجدي عايزين اصلا يخلصوا منه. تعالى نروح الناحيه الثانيه، ايفرتون ادي ما بيلعبش اساسا، زيكو اساسا برضو يعني بسم الله ما شاء الله مفيش خالص، عشان الناس تقول لك اصل زيكو راح ادى وعمل معاهم مستوى العالم يعني لما يلعب الاول، بس لما يتحط في المكان ده بيلعب احمد قطه ساعات مكانه من ساعه ما مشي ابراهيم عادل، والقصه اللي فيها رمضان صبحي يعني ربنا يا رب يفك عليه. فتعالى نشوف مين الناس اللي موجوده ومين الصفقات اللي موجوده يعني هياخدوا بيها الكوكب. لا والله العظيم ما فيه، اقسم بالله ما فيه. فرقه بيراميدز الفتره الاخيره، وهتقدر تشوف الفتره اللي جايه لو ما غيروش الجلد بتاعهم، لو مش غيروا جلدهم كده الفرقه دي هتقع عادي خالص، ما فيش ادنى مشكله. هي بس كل اللي عندهم شويه فلوس، وبتتوزع الفلوس بسم الله ما شاء الله، وتتحط هناك في الامارات وما تتحطش هنا في مصر، يعني معروفه. كل لاعب ليه فلوس، زي ما قال احمد علي قبل كده، قال لك بيحط لي رقم في العقد وانا اروح اخد رقم، وده على لسان احمد علي، لاعب من اللعيبه اللي طبعا لعب في الزمالك والاسماعيلي وبيراميدز، قال لك يعني بيحط لي، قالوا لي انت هتاخد رقم وباقي الفلوس هتاخدها في الامارات.
قال لك لا انا عايز فلوس كلها تتحط، يعني حوارات كده بتتم. انا يعني شوف برضه شيء ما يخصنيش، لكن تعالى شوف، تعالى شوف ال القائمه بتاعتهم وشوف القائمه بتاعتك، والله العظيم احنا اعلى بكتير جدا جدا. انا ما اعرفش الناس خايفه من ايه، وعم يقولوا اصل بيراميدز ادى الاهلي على وشه، اصل بيراميدز عمل. لا امسك ورقه وقلم انت كده مع نفسك وشوف. المفروض نعتمد على مصطفى شوبير ان شاء الله باذن الله، ده يحصل الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نروح لاخر حاجتين برضو كده موجودين معانا سريع عشان ما نطولش على اخواتنا واصدقائنا اللي موجودين معانا واللي دخلوا معانا. محمد معروف وامين عمر واثنين حكام رأي، سواء كان احمد طه او الثاني ناسي اسمه ايه، وعاشور على الفار. طاقم تحكيم مصر كامل لمباراه الجزائر والكونغو، وده حاجه حلوه جدا. وانا قلت لك دايما معروف خارج مصر معروف ان هو قوي جدا، معروف داخل مصر معروف ان هو بطيخه خالص. فنتمنى ان شاء الله باذن الله لهم التوفيق خارج مصر ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نشوفهم كمان يتقدموا، بس ان شاء الله ما نشوفهمش في النهائي. ليه؟ عشان نشوف ان شاء الله باذن الله منتخب مصر يلعب النهائي. فان شاء الله يعني بالتوفيق لطاقم التحكيم ده، طاقم تحكيم محترم جدا. سواء كان امين عمر بقى يكون اساسي، سواء محمد معروف يكون اساسي. متوقع ان شاء الله باذن الله في دور الثمانيه امير عمر هيكون موجود ان شاء الله. متوقع ان امين عمر يعني لو لا قدر الله ان شاء الله باذن الله ده ما يحصلش، لو مصر مش وصلت النهائي، امين عمر اتوقع ان هو يكون هو اللي موجود في النهائي. لكن اتمنى ان شاء الله باذن الله من كل قلبي طبعا وصول منتخب مصر ان شاء الله باذن الله نهائي. فكل التوفيق وكامل التوفيق ليه لعبتنا. فيما بقى يخص احمد عبد القادر وكوكا ومش عارف ايه، الحوارات دي كنا بنتكلم عليها من 3 4 شهور فاتوا، هي نفس القصه. يعني احمد عبد القادر، كوكا، قفشه، عمر كمال، معلش يعني الناس اللي طالعه كل يوم تعمل فيديوهين وثلاثه ويتكلموا عن نفس الكلام، يعني الموضوع زاد قوي عن حده يعني. نفس الحوار، لو انت غبت بقالك 5 شهور عن السوشيال ميديا ورجعت، هو نفس الحوار قايم على نفس اللعيبه وان هم لسه مش مضوا. مباراه بنين الواحد قلقان اننا ننزل فاكرين مباراه سهله، وضيع منتخب بنين عنده 2 3 لعيبه كده اقوياء جدا جدا، وربنا يستر. يعني ان شاء الله باذن الله الكابتن حسام هيكون عامل حسابه. يعني انا مش قلقان من ناحيه الكابتن حسام، انا قلقان من الجمهور. يعني قلقان من الجمهور بتاعنا ان هو يسهل الموضوع قوي ثم يحصل فينا زي ما حصل في المغرب 2019 برضه قدام بنين وخرجوا. فان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكون داخلين عاملين حسابهم كويس جدا جدا. انت بتلعب منتخب وصل دور ال 16 ايا كان بقى، خسر من السنغال 3، مش عارف خسر من مين، ما فاتش على مين، عمل مين، ما فاتش غير على بوتسوانا، ماليش علاقه. انا بلاعب منتخب في دور ال 16، انا محتاج اكسب. هو لو جاب فيا جون وحط ال 19 لاعب قدام المرمى بتاعه خلصت. فانا محتاج ان انا اكسب، ومحتاج اكسب 1 و2، ومحتاج ان انا اروح باريحيه ان شاء الله باذن الله دور الثمانيه. لان في دور الثمانيه الموضوع صعب جدا. يعني في دور الثمانيه احتمال بنسبه كبيره اقابل الكونغو، كوتيفوار مثلا. يعني هيبقى عندك حوار كبير ان شاء الله باذن الله جاي لك بعد كده. ان شاء الله باذن الله تعدي ان شاء الله دور الثمانيه، فقبل النهائي ان شاء الله باذن الله احتمال تقابل السنغال بنسبه كبيره. يعني وتونس عشان خاطر يعني اخواتنا، لكن انا كان توقعي ان هو السنغال، لان السنغال منتخب برضه قوي. فانت دور ال 16 انا هعامل منتخب بنين ان انا بلاعب السنغال وبلاعب كوتيفوار وبلاعب الكاميرون، بلاعب المنتخبات القويه. لكن لو عملتها ان انا بعامل منتخب صغير هنشيل قبح بصراحه. الجمهور بيقول هنغلب سكوت، ده ربنا يستر، ربنا يستر اخويا كريم شهاب يعني. احنا ساعتها لو الجمهور بيقول كده فربنا يستر، ربنا يعدي على خير. عامه نتقابل على خير ان شاء الله باذن الله. عينك توريك ولا الاهلي ولا زمالك هياخد الدوري السنه دي؟ عينك توريك ولا الاهلي ولا الزمالك؟ يعني خلاص يا اخويا كريم هاني، احنا يعني خد سكرين شوت انا خد انت، مش هاخد انا، خد انت سكرين شوت اللي انت بتقوله ده، وتعالى في النهايه والاهلي بطل الدوري. شوف سهل ازاي، بسيطه خالص. انا بقول لك اهو من دلوقتي الاهلي بطل الدوري، الموضوع سهل وبسيط خالص. بص للقايمه دي، بص للقايمه دي، والله العظيم احنا اعلى من بيراميدز بكتير. شوف عندك انت مين وشوف عنده هو مين. لو تفوق عنده لاعب هتلاقي لاعب او اتنين بالكتير خالص متفوقين في بعض المراكز. يعني لما تيجي تقول لي في الناحيه الهجوميه اقول لك مايلي يا عم متفوق عنك. لما تيجي تقول لي مثلا في لعيبه مثلا ناحيه اليمين مثلا محمد شيبي طبعا متفوق، يعني 2 لعيبه. تعالى هات بقى الباقي، طب تعالى شوف مين الاحتياطي بتاعهم، طب شوف الاحتياطي اللي عندك. لا والله انت اعلى بكتير جدا. هو محتاج حاجات حوارات كتير يعملها. امتى المباراه؟ استاذ اشرف ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين الساعه 6 بامر الله. عامه برضه عشان يعني ما نطولش على اخواتنا واصدقائنا، ما تنساش لو انت كنت عملت لينا لايك، اتمنى تكون عملت لينا لايك، صليت وسلمت على الرسول الكريم. نتقابل ان شاء الله باذن الله، نحاول كده نكون معاكم بكره ان شاء الله، ونحاول نكون معاكم بعد بكره ان شاء الله باذن الله. برضه الناس اللي هتسال هل بتذيع ولا لا، 9 شهور او 10 شهور قلنا ما عندناش بنذيع ماتشات، فان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمكم جميعا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.